بعد الاعتزال الطويل الفنانة حنان ترك بترفض ترجع للتمثيل من تاني بعد ما اتعرض عليها تقوم بدور في فيلم من إخراج خالد يوسف، وطلع بعديها خالد يوسف يتكلم عن الفنانة حنان ترك في كل البرامج. المخرج خالد يوسف والفنانة حنان ترك ليهم أعمال كبيرة جدا مع بعض، منها فيلم الآخر والعاصفة والجواز بقرار جمهوري. كانت الصداقة ما بينهم قوية، ووقتها كان كل واحد يطلع في برنامج يقعد يشكر في التاني، سواء المخرج خالد يوسف أو الفنانة حنان ترك، وكانت العلاقة ما بينهم كلها مودة واحترام، لغاية اما الفنانة حنان ترك قررت إنها تتحجب في 2006. ووقت ما الفنانة حنان ترك خدت فيه القرار ده، في من الناس اللي هجموها، وفي منهم اللي دعمها ووقف جنبها، وفي منهم شافوا إنها حسبتها غلط وخسرت كتير، عشان هي كانت نجمة في الوقت ده، وأفلامها ومسلسلاتها كانت واكلة الجو على الساحة الفنية، ودايما أعمالها جايبة أعلى الإيرادات. وفي فئة كبيرة انتقدوها وانتقدوا قرارها، ومن ضمن اللي انتقدوها دول كان المخرج خالد يوسف، وده طبعا كان رد فعل مفاجئ للجمهور، خصوصا إنه كان صديق مقرب للفنانة حنان، وعلاقته بيها في وقت من الأوقات كانت كويسة جدا. بس حنان ما همهاش الكلام اللي بيتقال عنها كله، وقالت إنها هتكمل تمثيل وبس، وهي لابسة الحجاب ومش هتقلعه. ووقتها زي ما تكون أهانت خالد يوسف، طلع بعد تصريحها ده يقول إن لا يمكن يشغل حنان ترك معاه من تاني في أي عمل من الأعمال طول ما هي لابسة الحجاب. لا مش بس وكده، وطلع وقال إنه كمان مش هيشغل أي فنانة هتتحجب معاه أبدا، لأنه شايف إن الحجاب بيتعارض مع الفن، يعني مش هيقدر يقدم مشهد لحنان ترك أو أي فنانة غيرها محجبة وهي قاعدة بتلعب مع أولادها في البيت وهي قاعدة قدامهم بالطرحة. إزاي الجمهور هيصدق المشهد؟ ومفيش أي أم بتقعد في البيت وعلى راسها طرحة، حتى لو محجبة فهي بتلبسه في الشارع بس مش أكتر، لكن في البيت لأ طبعا. طبعا الكلام ده وقتها ضايق الفنانة حنان ترك جدا، ولما اتسألت عنه في لقاء بعد كلامه ردت وقالت إن خالد بالنسبة لها كان مثال ورمز كبير، ده كفاية إنه اتعلم الإخراج على إيد يوسف شاهين، بس فجأة بقى يقدم أعمال جريئة ويوسف شاهين معلمهوش ده، وده طبعا اتسبب في اختلافات كبيرة جدا ما بينهم. وعشان كده لما اتسأل عنها تاني وعن رأيه في اعتزالها قال حنان بقت حالة ميؤوس منها، ولما جيت وحاولت أتناقش معاها في قرار رجوعها من تاني وإنها ترجع للفن مرة تانية قالت لي كلام ما اقتنعتش بيه نهائي، وكل ما افتح معاها قرار رجوعها من تاني للفن بترد تقولي أنا كده مبسوطة ومرتاحة أكتر. دلوقتي بقى جه دوركم تقولولنا ايه رأيكم في حنان ترك وفي اللي بتقوله، وهل قرارها ده صح ولا غلط؟